السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الكوكتيل بطريقه محلات عصير قصب. هنعمله بطريقه حلوه وصحيه الى حد ما، يعني مش ما فيهاش اي اضرار. زي ما انتم شايفين معايا كده، معايا موز مقطع. كميه الفواكه راجع ليكي، وبرده الفواكه نفسها راجع ليكي، مش شرط موز، مش شرط فراوله، ممكن جوافه، ممكن مانجا، ممكن عنب. معايا كيوي، معايا هنا عصير برتقان. ده مهم بقى ان تعملوا عصير برتقان وتديله السكر بتاعه يبقى مظبوط. ومعايا برده فراوله ضربتها بس ما زودتش عليها ميه كتير، هي حاجه بسيطه بس ميه. وبرده ظبطت السكر بتاعها لان هو ده اللي هيكون السكر بتاع العصير بتاعنا. سهل جدا العصير. اي كوبايات هتستخدميها استخدميها، مش شرط الكوبايات اللي بتتباع عشان خاطر العصير. يعني لو متوفر عندك وقدرتي تجيبيها تمام، ما مش تقدري تجيبيها خلاص استخدمي كوبايات عاديه. هحط عندي مبدئيا فراوله، اللون الاحمر بيبقى قوي وبيجذب عين الاولاد. فاحط تحت كده في الطبقه الاولانيه، يعني انا هديها كلها طبقات دي كده طبقه، واظبط بقى يعني ايه النسبه والتناسب. تمام كده. واحط عندي الكيوي، مش حابه كيوي خلاص، او مش متوفر مفيش مشكله. احط عندي بقى عصير البرتقال، مش كله، لغايه اخر الفاكهه ما هي باينه عندي. وبعد كده بقى احط عندي عصير الفراوله، بس احطه زي ما انتم شايفين كده من النص عشان خاطر ما ينزلش تحت، يبقى مدي طبقه. ومش عايزه برضو احطه كله. ممكن بقى تكتفوا بالشكل كده، وممكن تحطوا كريم شانتيه، وممكن تحطوا فواكه. بالنسبه لي انا عشان خاطر مش هناكله على طول فهحط فواكه، لان لو حطيت كريم شانتيه افضل ان هو يتاكل على طول، يعني ما يتركنش. تمام. احط بقى كده تشكيله من الموجود من اللي انا مستخدماه. بس طبعا مش هحط فراوله عشان هي على الوش فراوله، فانا هحط الموز والكيوي، يعني اللون الاحمر موجود اصلا زي ما انتم شايفين كده. وزي ما انتم شايفين معايا الشكل بتاعه جميل جدا، وتناسق الطبقات حلو جدا، ومفيهوش اي حاجه، مش مستاهل خالص ان احنا نشتري من بره، علشان خاطر كده امن وانضف واطعم، ومش مكلف برضو زي ما بتشتروا من بره. اتمنى ان شاء الله انه يكون سهل عليكم، لان هو بالفعل سهل يعني. اشوفكم على خير. حلو قوي في الصيف على فكره، ورمضان بقى والحر. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.